السلام عليكم، اهلا وسهلا. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا على خير. اليوم درت واحد لاغوسات بزاف بنينه وحبيت نشارك معكم لاغوسات. درت لاغوسات نتاع اللحم المفور. هاد لاغوسات كيما يديروها للشيف نتاع يعني العراس ايتو. واش درت فيها؟ حبه عبصل كنت قشرتها رقيق ورحيتها هي وستها هكاك في صوص نتاع توم. ملعقه كبيره خردل، عندي ملعقه صغيره، نص ملعقه صغيره نتاع فلفل كحل، شويه راس الحانوت، شويه ملح، شويه فلفل احمر، شويه توابل اللحم اللي راكم رايحين تلقاوهم يعني يتباعوا عند اللي يبيعوا التوابل. ومن بعد حطيت الزيت هكاك واحد ربع كاس تاع الزيت وشخبط لخبط خلط هذيك الدوزينه مليح. شوفوا هذه هي السر البنه نتاعو. هنا راني في الليل كنت دوزنتها مليح وحطيت الملح وحطيت فيها هذاك اللحم، دخلتها مليح. لازم هنا تستخدموا هنايا يديكم باش تدخل هذيك التتبيله كامل في اللحم نتاعنا. الوغ تبلتها مليح. لازم كل اللحم يقيسوا هذيك التوابل. وما ننساش بما قلت لكم الرند، بس الرند حيمد لها بزاف بنه خياليه. المهم تحبوا تحطوا هنا تاني كهريسه حطوا كيما حبيتوا. وما ننساش برك هذيك الدواقه، حطيت منها نص ملعقه صغيره هكاك نتاع الدواقه باش تمدنا البنه للحم نتاعنا. هذا مكان حطيتها في الفريجيدال ليله كامله. من بعد تيك الغدوه من الصباح جبت البابي فيلم، حطيت طرف تاع اللحم في البابي فيلم وزدرته في البابي هذا نتاع يعني تاع الطهي. ومن بعد حطيته في البابي الومنيوم وحطيته في قدره كنت حاطه فيها الماء مناصفه هكذايا، وشعلت النار وخليتها 4 ساعات حتى 5 ساعات يطيب لكم زبده. قدموه واش بغيتو، قدموه مع بطاطا، قدموه مع بيوري، قدموه مع هكا خضره سوطي. المهم نقول لكم بنه علامه. شوفوا قوام يجي شغل زي المردومه هذيك، يجي شغل مفور. تعرفوا اللحم المفور يجي بنين، تتبيله تجي فيه هذيك الجو اللحم يعني كيف يجي فيه داك الجو راح يجي بنين، فهمتوني؟ الوغ نتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش حبيباتي ديروا لي جام، شجعوني دائما باش ندير لكم جديد ان شاء الله. وش نقول لكم؟ الى دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. امنكم الله في امان الله. الى اللقاء.